هلا بنات، شلونكم؟ اليوم نسوي مكياج للمناسبات ونتعلم شلون نرسم ايلاينر اللي يصح له هسه ايلاينر الهبة. يلا نبدي. بنات، راح نسوي اليوم مكياج عيون للفخم للمناسبات. بس ما راح نسويه بشادو، راح نستعين بغير شي. بنات، هواية اكو تستخدمون شغلات او تشترون شغلات تكون يعني من تستخدموها بالبيت تطلع مو نفس اللي انتو تريدوها. مثل هاي الماسكارا اختي اشترتها للحاجب، طلع لونها كلش غامق، فقررت بين اني استفاد من عندها وما اذبها. راح اخذ هاي الماسكارا، اخذ المادة اللي بيها واخليها استخدمها كشادو. هسه راح نشوف شلون راح ابدي ابني بيها. راح ابدي اخلي اضيف فقط على الجفن المتحرك. راح اخليه، ورا ما راح اخليه راح استخدم اصبعي على مود اوزع اللون، وابدي اكون قاعدة للون. وراها راح استخدم فرشة تكون منفوشة على مود ادمج. راح ابدي ادمج. بنات، ايش راح اسوي؟ بداية من ضفت هذا اللون راح ادمجه واكون كأنه هو القاعدة الاساسية بالالوان الانتقالية. راح يخف اللون، وراها انا راح اضيف على كيفي واركز بالمناطق اللي اني اريدها. اظل ادمج، اروح وارجع على اللون. لاحظوا بأن نهاية اللون بدأ يخف، كأنه أنا ضايفة اللون البيج على مود أوحد لون الجفن. أظل أدمج، أروح وأرجع باللون إلى أن يتموه عندي ويوصل للدرجة اللي أنا أريدها. وأركز على نهاية العين وأسحبها لبداية العين. ان شاء الله فيديوهات قادمة راح نستخدمه بغير طرق، اسوي منه ايلاينر واسوي منه كحل. ان شاء الله بالفيديوهات القادمة نتعلم. هسه بنات راح اخذ نفس هي الماسكارا، راح اخلي بنهاية عيني وين اريد اركز اني، واريد اركز على الجفن المتحرك فقط. راح اجي اسويه بطريقة الطبطبة على مود يتركز عندي اللون، ونهاية العين نفس الشي. وابدي ادمج بيه، وراح ابدي اسحبه برا العين على مود تبين العين مسحوبة ومرفوعة زايد. اظل اني ادمج وادخل اللون على مود يتداخل الالوان ومبين اكو فواصل باللون. اركز اهم شي بنات على نهاية العين. وهذا صار الدمج بالنهاية. هسه بنات راح اخذ لاصق مال رموش. الصمغ مال رموش او اي انتو تستخدمون اي صمغ بس يكون شفاف. راح اثبته على الجفن المتحرك بس، وعلى مود اضيف ورا الجليتر من فور ايفر. هسه بنات راح اخذ الجليتر، هو يكون لونه شفاف. راح اخليه بس على الصمغ اللي خليته. اريد اني اركز على الجفن المتحرك وتناثر على الجفن الثابت، يعني ما اريده كله، بس على الجفن المتحرك. واظل بطريقة الطبطبة اني اثبته باصبعي، وما يتحرك نهائيا. لو تخليه من الصبح لليل هو ما يتحرك. راح اسوي مدمع العين بهايلايت على مود تبين العين مفتوحة. حأرسم الايلاينر. راح اخذ جل لاينر. راح اسحب خط. اليوم راح نسوي ايلاينر يصحوا له ايلاينر الهبة. راح اسحب خط وارجع، يعني من الطرف مالته ارجعه على كيفي للعين، كأنه انا دارد ارسم ايلاينر كامل. بس انا لا، للنص اوقفه واخليه. طبعا أنا رموشي من نهاية العين تكون كلش كثيفة فتضايقنا بالرسم، فانتوا على كيفكم من ترسمون. ابدي ارتب بيه شوية شوية، وهذا الشكل اللي اني اريده. هسه بنات راح ابدي خط الرموش السفلي. راح ابدي اموها بس يعني اموها من تحت الرموش مو من داخل الرموش، على مود تبين العين واسعة ومفتوحة اكثر. ابدي اضيف شوية شوية بالجل ودمجوه بسرعة، لانه اذا ظل الجل بدون دمج راح ينشف وما راح تقدرون تدمجوه. راح ارجع اخذ نفس هالماسكارا اللي اني استخدمتها، راح اخذ من عندها فرشة تكون مشطوبة نفس فرشة الحاجب. راح ابدي اموه باللون الأسود. راح أدمج بيه. راح شوية أنزله بالدمج، يعني ما راح أدمج بس فقط بالخط، شوية أنزل إيدي على مود أكو بنات يعانون من الانتفاخة تحت العين. هذا شوية ينطي منظر أو يوحي بأن هو الانتفاخ يكون قليل. وأظل أدمج. والباقي اللي بالفرشة راح أسوي بيه مقدمة العين، يعني الأسود ما راح أخليه مقدمة عيني، هو ناتج مال الدمج بين اللونين. انا راح اخليه بمقدمة عيني بنفس الفرشة اللي دمجت بيها.
واروح وارجع على اللون الى ان يندمج عندي اللون. هسه بنات راح اخذ كحل ابيض، انتو بكيفكم اذا تريدون كحل اسود او بيجي. فانا راح اخذ الكحل الابيض، راح اكحل الثلث الاخير من العين. هاي الطريقة تبين انه العين مفتوحة. ارجع اخذ الكحل الاسود، راح اخليه بس بمقدمة العين، يعني ما راح اوصل للون الابيض. بنات هسه نرسم مدمع العين. شوية اسحب من يعني من جهة خشمي، راح ارسم خط يكون بمستوى الخط الرموش السفلي، واكمله بخط اصعده على الجفن العلوي، وابدي ارتب على كيفي. هاي طريقة كلش حلوة. وهسه بنات راح اخذ ماسكارا من جولدن روز، يكون لونها يعني ذهبي. كلش حلوة هاي، تكثف وتطول الرموش. راح ابدي امشط رموشي بطريقة بين اني اروح وارجع على الرمش، على مود يتغلف الرمش وكأنه اني حاطة رموش صناعية. ونفس الشي راح اني اسويها على الرموش السفلية، بس بنهاية العين راح امشطها عادي، يعني ما راح امشطها من جذر الشعراية، على مود اللون الابيض يظل بارز ويبين كأنه العين واسعة اكثر. وارجع امشط الرموش واركز عليها على مود تبين اطول واكثف. بنات هذا اللوك يراد الرموش تكون كثيفة من نهاية العين، على مود تبين العين مسحوبة أكثر. إن شاء الله فيديوهات القادمة راح نتعلم شلون نركب الرموش بطريقة سهلة كلش. ورا ما أنا ثبته وخلصته وصلت لنهاية الفيديو. إن شاء الله عجبكم واستفاديتوا من عنده. مع السلامة.